نحن الآن على جبهات العز والشرف والكرامة مع أسود السنة في جبهة تل الملح. معنا الأخوة المجاهدين. تفضل أخي. تفضل أخي. الآن تدور معارك ضارية مع قوات النظام في هذه النقطة. الحمد لله تمكنا الآن من أخذ نقطة القرامطة، ونحن الآن بالتقدم تجاه حاجز أبو زهير في قرية جديدة، ومن ثم التقدم إلى تل الملح وتحرير المناطق التالية بإذن الله تعالى مع هذه الأسود، أسود الجهاد. المعركة مستمرة إن شاء الله؟ نعم بإذن الله مستمرة حتى النصر وحتى تحرير منطقة الطار كاملة بإذن الله. وإلى داخل مدينة حماة. وإلى داخل مدينة حماة بإذن الله. نلتقي نحن والأخوة في حماة بإذن الله تعالى. هذه الدبابة انظر في النقطة المتأخر الشمالية. نحن الآن سيتم بإذن الله تعالى بعد نقطة أبو زهير هي شرقا تقع، الآن يتم الاقتحام عليها، سنتم باقتحام هذه النقطة ومن ثم إلى جلمة وجبين وباقي المناطق بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله تحرير هذه المنطقة. نعم. الفائدة من هذه المنطقة، الفائدة من هذه المنطقة أن المناطق الداخلية كلها قرى سنة مستبس من قبل النظام، حاليا محاصرة منذ 3 سنوات. منذ 3 سنوات هي محاصرة من قوات النظام، وأهلنا في الداخل، وتم الآن تحرير أهلنا بإذن الله تعالى. في دبابة مشاهد، دبابة مشاهد انظر. دبابة عدوية. نعم نستهدفها هلا ان شاء الله. نحن سنستهدفها بالتاو باذن الله. باذن الله تعالى ما راح نتقدم الى جبل العلوي باذن الله تعالى. ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انتم امل والدولة مستمرة باذن الله تعالى. هنا المفاوضات الحقيقية، هنا مفاوضات أسود السنة، مفاوضات المجاهدين، نحن ليست مفاوضات الانبطاح. يا نظام بشار الكلب ننتصر أو نموت، نحن لن نستسلم. عندنا هدف سوف نستهدفه باذن الله تعالى. جاهز؟ هدف جاهز ولا جاهز؟ باذن الله ان شاء الله. جاهز لك يا اخوي؟ جاهز. يلا اخي. الله اكبر. الحمد لله. امن اخوي امن. الله اكبر. نعم الحمد لله. نرى الحمد لله الابطال المجاهدين يخوضون مفاوضات بطريقتهم الخاصة. اخوي حب نوجه رسالة. نعم. اذا الاستانة عندهم تركيا هي الاستانة تبعنا هنا خط الجبهات. هون الاستانة تبعنا ارض الجهاد باذن الله. باذن الله تعالى. باذن الله سنخوض مفاوضات جولة 5 و6 و7 حتى نصل الى مدينة حماة، ومن ثم يفك الحصار عن اهلنا في ريف حماة، في ريف حمص الشمالي، ومن ثم جبهات حمص، ومن ثم ان شاء الله الى القرى النصيرية سننكل بهم كما نكلوا بنا، وباذن الله الابطال المجاهدون كما نرى معنويات تعانق السماء. الجميع اخوه ان شاء الله باذن الله. فيلق هيئه احرار كلنا اخوه. تحرير هذه الارض من دنس نظام بشار الاسد باذن الله. جيش العزه، جيش النصر، الجميع هنا اخوه متحابون. في الى صيحات التكبير. نعم. تكبير. الله اكبر. المجاهدين بخير والحمد لله رب العالمين. هناك تقدم كبير من المجاهدين بفضل الله عز وجل، والكافة الحمدية قادر الأفراد الوافدين والحمد لله رب العالمين. هذه الجبهة بخير. طبعا الاخ معنا الاخ المجاهد ابو فادي، قائد عسكري في الفتره الوسطى. احكي لنا عن طبيعه الجبهه. بسم الله الرحمن الرحيم. تم التقدم على حاجز قرامطة، تقدم على تمشيط حاجة أبو زهير بإذن الله، مقدمين على منطقة. معنويات المجاهدين الحمد لله العال. الحمد لله. كما نرى الحمد لله. السلام عليكم. طبعا الاخوه المجاهدين المرابطين الان تدور اشتباكات عنيفه على جبل بين الابطال المجاهدين بين العصابات النصيريه. اخي حدثنا عن هذه الاشتباكات الدائره. اخوي تعرضنا لقصف وتمييز كثير روسي خنزير، ولكن الحمد لله بهمة ابطال المجاهدين تم التصدي لهم بشكل عنيف وجيد الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين تم التقدم وتحرير نقطة جديد القرامطة. الآن نقطة قرامطة صديق الحمد لله رب القرامطة. الله أكبر. جديد لتحريرها بإذن الله تعالى. تقدم على جبهة الملح بإذن الله الآن. بشائر قادمة إن شاء الله. بإذن الله تعالى نفتح المنطقة كلها بإذن الله. المعركة مستمرة إن شاء الله. بإذن الله مستمرة. وتوعد أهلنا بالنصر بإذن الله في سوريا بإذن الله. صراحة البعض يتحدث عن خطوط حمراء حول مدينة حماة. لا يوجد عندنا خطوط حمراء. لا مفتوحة إلى داخل حماة. عدونا هو النظام الأسدي معروف،
وعلمنا تحرير الثوره باذن الله تعالى. باذن الله حققت الثوره كلها. تفضل. ان شاء الله نتوعد النظام المجرم بان ندخل الى مدينه حماه وباذن الله ومن ثم الى دمشق باذن الله تعالى. تكبير! الله أكبر. حياك الله اخي ابو احمد. معنا الاخ المجاهد ابو احمد القائد العسكري في الفرقه الوسطى. تحدثنا عن مجريات المعركه التي تدور بينكم وبين العصابات النصيريه على هذه الفتره. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. تجري الآن عدة معارك على قرى ريف حماة الغربي بمشاركة عدة فصائل، وأيضا الفرقة الوسطى تقوم في المشاركة في هذه المعارك 14 طبعا، حيث تم اقتحام عدة قرى في الريف الغربي، وتم حتى الآن تحرير حاجز القرامطة وحاجز تمام. وعلى حتى الآن المجاهدين باتجاه باقي المناطق اللي متواجد فيها النظام، والنظام في حالة هرع وهروب من ضربات المجاهدين. معركة في سبيل الله نمضي إن شاء الله مستمرة إلى داخل حماة. نعم، هي معركة في سبيل الله نمضي هي معركة قائمة حتى تحرير لما بعد حماة وليس فقط حماة، حتى اخراج النظام من كافه الاراضي السوريه باذن الله تعالى. حياك الله. ابطال المجاهدون النصيريه على جبهه ريف حماة الغربي. بإذن الله اليوم عندنا عمل على منطقة حواجز الزام، منها القرامطة ومنطقة القلولة أبو زهير، وباتجاه تل الملح نقطة رئيسية نقطع الاستيراد نظامي باتجاه نص قلبية لمحردة، وإحكام السيطرة بإذن الله والدخول إلى القرى السنية المحاصرة داخل مناطق النظام. القتال ومن داخل الخنادق يريد أن يوجه رسالة إلى من تخاذلوا بحق الشعب السوري. نعم. أقول اللي صار سيفك مجنزر فيه قرابة. الخوف ما فاد الحصاني مخامير. الخوف غير العيب يرث كآبة. والعاشرة الذلات ربحوا مخاسير. الدار تعتب على الحمايل عتابة. يحيفكم يا كاملين التشابير. كل من هبد الملجأ والتجابة، والدار ظلت بين ذبح وتفجير. الدار مثل العرض احسب حسابه، والموت عند الدار حق وتبرير. الله أكبر. من يوم انطهر ترابه، الصبر مفتاح الفرج بالمعاسير، وحياة جايه بالمطر من سحابه، وحياة من نطلع يوسف من البير. الحرب حنا نتلقى اصعابه، حنا ابطال الحرب، حنا المشاهير، من اليد وحده ما تصفق عذابه. طلعت خويي والفشك له ضبابه، مرحوم ابو علوش بصنف المغاوير. ما طلعت خويي والفشك له ضبابه، مع جيش الثوار بصنف المغاوير. جيش الحر لو تلاقت احرابه، شربت الدم الحمر بالمخاطير. نصبر ونضرب والخطر ما نهابه، والموت بيد الله رب المجادير. لجامل كالموت اهلا هلابه، الموت احسن من حياه مع المجوس الخنازير. واختم كلامي بالنبي اللي نقتدى به، محمد اللي نور الدين تنوير. الله أكبر. هؤلاء من تقبل جباههم، وليس يعني المتخاذلين في جنيف والأستانة. حياك الله اخي. باذن الله للتحرير باذن الله. من خنادق القتال ومن أماكن التفاوض الحقيقية، حيث تدور مفاوضات من نوع آخر خاصة بالمجاهدين، من جبهات العز والشرف والكرامة في ريف حماة الغربي. كان معكم لقناة السوري الحر مصطفى طالب.